أهلا بيكم ومعانا وصفة جديدة من وصفات العيد. هنعمل بسكوت اللانكشاير بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ونتيجة إن شاء الله ناجحة ومظبوطة قوي. هنعمله بالكوباية وكمان بالجرام علشان الناس اللي معندهاش ميزان تطلع البسكوت بتاع النهاردة بطريقة ناجحة جدا وطعمه خطير، بيدوب كده في البق دوبان. يا نهار أبيض على الجمال! عملنا مع بعض المرة اللي فاتت بسكوت ببيضة واحدة وكوباية ونص من الدقيق، وعمل معانا ما شاء الله كمية كبيرة. هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف لو انتوا أول مرة تشوفوني. أنا نهى، ادعموني بأجمل لايك ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في وصفة النهاردة. أول حاجة محتاجة نص كوباية من السمنة عيرتها وهي مذابة، وبعدين دخلتها التلاجة سبتها لحد ما تجمد شوية حلوين، وبعد كده نزلتها في طبق. وزن السمنة دي هي 100 جرام، لأن الكوبايات بتختلف من كوباية لكوباية في المعيار. وضفت 3 معالق كبار من السكر البودر، المعالق هرمية وزنهم 50 جرام. السكر لازم أكون معدياه على منخل عشان لو في أي تكتلات أو في أي حبيبات ما تكونش باينة معايا أثناء الخفق. وبعد كده ببدأ إن أنا أخفقهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي لحد ما السكر والسمنة يهيشوا ويكون قوامهم عامل زي الكريمة كده. وبعد كده بوقف خفق. في الوقت ده معايا بيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ، أهم حاجة ما تكونش ساقعة. يعني طلعناها من التلاجة وسبناها حوالي ساعة أو ساعتين لحد ما تكون بدرجة حرارة المطبخ، وبعد كده استعملناها. في أي وصفة فيها بيض لازم نحط فانيليا وتكون ريحتها كويسة ونفاذة علشان ما يكونش فيه أي زفارة في الوصفة. أنا حطيت نص معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ممكن تستعملوا الفانيليا البودر مفيش أي مشكلة. لكل حبة بيض باكت واحد من الفانيليا. بعد إضافة البيض احنا ما بنخفقش كتير، يا دوبك البيضة تختفي وبعد كده بنوقف ضرب، لأن كل ما نضرب الهواء اللي احنا دخلناه بضرب السكر مع السمنة بيروح معاكم. بعد كده ضفت 3 معالق كبار من النشا، المعالق تكون هرمية، وانا عديتها على منخل علشان تكون ناعمة وما فيهاش اي تكتلات. وبعدين بخفقها كده بالمضرب، يدوبك النشا تختفي بوقف ضرب على طول. ممكن طبعا نستعمل المضرب اليدوي او نستعمل ايدينا، مفيش اي مشكلة. دلوقتي معايا كوباية من الدقيق، الكوباية تكون ممسوحة وما تكونش مكتوبة من الدقيق، وزنها 150 جرام، وده بيختلف من كوباية للتانية. فيفضل ان انا اشتغل بالميزان في حاجة العيد علشان تكون ناجحة معايا. حطيت ذرة ملح بسيطة جدا وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ويا ريت ما نكترش في البيكنج باودر علشان ما ينفش معايا قوي البسكوت في الفرن ويكون كبير قوي معاكم. ببدأ ان انا انزل الدقيق بالتدريج علشان ممكن البسكوت ياخد كل كمية الدقيق وكمان ممكن ما ياخدش كل كمية الدقيق، فبنزل بيها تدريجي. ممكن ياخد معاكم البسكوت كوباية ومعلقة كبيرة، وممكن ما ياخدش غير كوباية واحدة. ببدأ ان انا اخلط كده المكونات كويس جدا. بس يا جماعة البسكوت ما بيتعجنش، يا دوبك كده بتلموه بطرف ايديكم مش اكتر من كده. ما شاء الله العجينة كانت حلوة معايا، ما اخدتش غير كوباية وما اخدتش المعلقة الزيادة. وده طبعا بيختلف من نوع دقيق لنوع تاني، في واحد بيقبل السوائل وفي واحد ما بيقبلش السوائل، فخدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا. العجينة بتاعتي مش بتشقق، يعني لما ابدا ان انا اطريها في اول ايديا وبعد كده الفها في بطن ايديا، لما اجي اضغط عليها ما فيهاش تشققات. ولو حسيتوا ان فيها تشققات بتجيبوا معلقة سمنة صغيرة تضربوها بايديكوا كده وتنعموها كويس جدا وتضيفوها لعجينة البسكوت وتقلبوها فيها كويس جدا، وبعد كده تبداوا تشتغلوا فيها على طول. عجينة البسكوت ما بترتاحش يا جماعة، على طول اشتغلوا فيها. انا غطيت كده العجينة ببلاستيك او بكيس من اكياس التلاجة علشان ما تنشفش اثناء ما انا شغالة. هنبدأ ان انا اوزن قطعة العجين، هتطلع حوالي معايا 5 جرام. ممكن تكبروها عن كده او ممكن تستعملوا المعلقة المعيارية الصغيرة في قياس حجم البسكوت بتاعنا. ممكن كمان تكبروه عن كده، بس بسكوت اللانكشاير بيكون حجمه صغير جدا فوزنه 5 جرام حلو جدا. اول حاجة باخد قطعة من العجين وزنتها وبدأت ان انا اعملها بطرف ايديا، ابدأ ان انا اضغط عليها كذا ضغطة بالشكل الحلو ده، وبعد كده احننها في بطن ايديا علشان تطلع شكلها منتظم وكمان ما فيهاش اي تشققات. الصينية اللي احنا هنستعملها ما بتكونش مدهونة اي مادة دهنية، يكفي المادة الدهنية اللي احنا حاطينها في البسكوت. باخد قطعة صغيرة اعملها بطرف ايديا بالشكل الحلو ده ضغطتين 3 4 كده، وبعد كده في بطن ايديا بحننها لحد ما تطلع شكل منتظم كده وكورة. ما بنضغطش على الكورة خالص، يا دوبك تتشكل شكل كورة ونحطها في الصينية. لازم نسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية، لان لو البسكوت
كبر معايا شوية في الفرن ما يلزقوش في بعضهم. شايفين الجمال؟ اخد قطعة صغيرة وابدأ ان انا اعملها بطرف ايديا بالشكل الحلو ده. شكلها حلو جدا وسهلة جدا في التشكيل، حتى لو عندك ولاد صغيرين هيتبسطوا جدا 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 تشكيل البسكوت بتاعي النهاردة معاكي. شايفين الجمال؟ باخد قطعة كمان وابدأ ان انا اظبطها في ايديا كده. ممكن كمان تاخدوا قطعة من البسكوت تختبروها في الفرن، يعني تاخدوا 2 3 كده تحطوه في صينية صغيرة وتسخنوا الفرن على درجة حرارة 160 لحد ما يسخن كويس جدا، وبعد كده بتحطوه في الرف الأوسط وتشوفوا لو لقيتوا حبيت البسكوت بتاعتكم كبرت قوي في الفرن بتكون محتاجة معلقة من الدقيق، وبرضو بنعجنها بطرف ايدينا، ما بنعجنش البسكوت ابدا علشان ما ينشفش معاكم ويكون قاسي كده في الأكل. ولو حسيتوا ان هي متشققة قوي في الفرن فهي محتاجة معلقة صغيرة من السمنة، بس اهم حاجة السمنة لازم نكون منعمينها كويس جدا بايدينا كده، وبعد كده نضيفها على البسكوت ونلمه كده في بعضه مش اكتر من كده، ونرجع نشكل تاني. شايفين؟ ما بتشققش معايا ولا بتبصم، حلوة جدا جدا جدا. هشكل كل الكمية بنفس الشكل ما شاء الله. عملت معايا صينية كبيرة، الصينية دي ما شاء الله كبيرة جدا، يعني ممكن تاخد صينيتين صغيرين على حسب الصواني عندك. ما شاء الله اتعملوا بسرعة وما خدوش وقت، جمال جدا جدا. طبعا ممكن تضاعفي المقادير لو انتي حابة ده. بعد ما بتطلع من الفرن انا ما بحركهاش من الصينية، ببدأ ان انا اسيبها لحد ما تكون دافية، وببدأ ان انا احركها من مكانها كده بس مش اكتر من كده. اول ما بتكون طالعة من الفرن بتحسوا ان قلبها مش مستوي ومش جامدة قوي معاكم. ما تقلقوش يا جماعة من النقطة دي تماما، اول لما تبرد هتلاقوها جمدت وكمان هتلاقوها بتقرمش معاكم. بسكوت بياخد بس لون خفيف من تحت ويا دوبك يتشمع من فوق مش اكتر من كده. بالنسبه للتسويه بدخله على فرن سخن على درجه حراره 160، الفرن شغال من تحت بس على الرف الاوسط، ما بشغلش الشوايه اثناء مده التسويه. هياخد من 10 ل 15 دقيقه على حسب فرنك لحد ما يلون، وبعد كده بتطلعيه. التلوين من تحت بس مش اكتر من كده. مرحلة التزيين ما بتجيش غير لما البسكوت بتاعنا يبرد تماما، لازم يكون بارد تماما، وبعد كده نبدأ ان احنا نزينه. انا استعملت مربى المشمش في لصق الحبات مع بعضيهم. باخد كده واحدة وببدأ ان انا احط عليها المربى او احط عليها شوكولاتة متذوبة في حمام مائي. انا خدت مكعبين من الشوكولاته عليهم معلقه صغيره من الزيت، دوبتهم على حمام مائي مع التقليب المستمر لحد ما دابوا، وبعدين حطيتهم في كيس من اكياس التلاجة وعملت له ثقب صغير علشان ازين بيه. بنضيف شوكولاته او مربى تكون زياده شويه علشان تطلع على الاطراف، فابدا ان انا الزق فيها السبرينكل او ان انا استعمل جوز هند او ان انا ممكن استعمل مكسرات على حسب المتوافر عندي. شكلوا كده ونوعوا، وما شاء الله انتوا ما شاء الله شاطرين بتعملوا حاجات ممتازة جدا. بشوف تطبيقاتكم على طول على الفيس عندي بتبعتوها لي وبتفرحني جدا جدا تطبيقاتكم. اخدت كده شوية من المربى، انا بحب مربى المشمش جدا 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 في الحلويات لان بيكون فيها مزازة حلوة فبتكسر لي حدة سكر او اي حاجة معايا. ما شاء الله ما شاء الله انا خلصت كده. ممكن تستعملوا اي نوع مكسرات في انكم تعملوه من الاجناب، بس اهم حاجة وانتوا بتضيفوا الحشوة تزودوها شوية عشان تطلع على الاطراف بحيث ان هو تخلي اي حاجة بتستعملوها تلزق معاكم. انا استعملت جوز هند ابيض وكمان جوز هند ملون وسبرينكل ملون الخرزات، وكمان اللي على شكل شرايط. ممكن تستعملوا سبرينكل شوكولاتة وده على حسب ذوقكم، وممكن كمان تستعملوا مكسرات مطحونة، فول سوداني، لوز، بندق، اي حاجة متوفرة عندكم ممكن تستعملوها عادي جدا. وبكده انا خلصت كل الاشكال. انا حبيت جدا 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 البسكوت الملزوق بالمربى عن الملزوق كمان بالشوكولاتة، وده طبعا على حسب ذوقكم. شايفين البسكوتة دايبة دايبة ذوبان اللهم بارك. لو حابين تعملوا اللانكشاير ملون ده بيكون اثناء عجن البسكوت بتضيفوا اللون اللي تحبوه وتقلبوه في البسكوت هيطلع اللون اللي تحبوه. لكن لو عاوزينه بالكاكاو فتشيلوا معلقة دقيق وتحطوا بدلها معلقة كاكاو بس كده. باي.